العربية اللي ولعت بتاعتك كان فيها ايه؟ كان فيها 15 تليفون 50,000 جنيه. ازيكم عاملين ايه؟ عودة كروان للمشاحنات والتخبون بتاع زمان خلاص ما عادش فيه غيره. اتكلم عنه كل فيديو ولا بص لايك وسبسكرايب ولا بينا نبدأ؟ بص الناس كلها بتسأل عن الحاج علي ما كانش موجود في الفرح ليه؟ مع المذيع حرجت كروان وعمال يتحت عارف يرد يقول ايه؟ تكذب تقول ايه المرة دي يا كروان؟ التعبان والحمد لله انه ما قدرش يمسك، عشان لو كان مسك تعبان برضه؟ يلا كروان يلا منك يا كروان يا نايم انت. بص الناس كلها بتسأل عن الحاج علي ما كانش موجود في الفرح. ما كانش هيطلع من الفرح الحمد لله. هو حد قال له ما تنزلش شاف الزحمة؟ ولما انت عارف ان في زحمة ما اكلتش الفرح ليه؟ ولا انت بتاع ترند الروان ما عادش عارف يجني بيقول ايه؟ والمذيعة عمالة تلحقه في الكلام وبتصلح له كلامه. محمد الكنتي كان راكب في عربيه تقول له ما تنزلش عشان يستحمل شوكولاته وهو تعبان ونقذته ما تحورش يا كروان ولسه هذا الحقيقي. وما بيقدرش يتحرك والحمد لله خف وبقى احسن. يعني هو كان راكب في عربية المنتج. انت عارف ان الفرح زحمة وهيتربى على دماغك ما اكلتوش ليه؟ اشتغلونا ولا ايه؟ محمد الجندي فعشان كده الناس ما كانتش شايفاه كويس. ايوه كانت العربيه مفهوميه. ماشي يا كروان عديت المرة دي بس المرة الجاية مش هتلحقك مني. العربية اللي ولعت بتاعتك كان فيها ايه؟ يعني غير اهلك ان هم خرجوا بالسلامة. الحمد لله يا اهم حاجه بتاعت العالية دي يا كروان اللي بتخليني من فنزك. قول يا كروان اكدب كمان اكدب. يا اهم حاجه والكلام كده انت خلصتي كله الحمد لله. 10 تليفون 50,000 جنيه فلوس مصري. كان فيها دي مش عربية يا كروان دي مغارة علي بابا. مكياج حوالي 2000 جنيه او اكتر اقسم بالله 2000 ونص. كان فيها لبس. اذا كان 2000 ونص مدحوها يا كروان. كان فيها عيون بوتاجاز. كان فيها اي بس ما حصلش الكلام. موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش هقوله ابدا وترابيزات باليد وبيت. ما شاء الله يعني والله ده في العربية وراح. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى السؤال. بابا جاوب السؤال. يعوض عليك يا كرام. ربنا يخليك يا استاذ سامي. قالوا ان يا سلام يا اخي والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي وخلت اعيط. انت سرقت الذهب والموبايل ده حصل؟ هل انا حرامي؟ هل انا هسرق حاجتي؟ مش ممكن. لا وهو فلفل مقلي مش حاجه تانية. طب في ايه ده؟ ما انا قليه طب قدام. ما انا عاوز البنت، انا عامل حكايات عشان عاوز البنت. عامل حكايات يا كروان بتاع ترندات. ولو خدت ذهبي هعوز البنت باي عين. انت معاك فاتوره انا معايا فاتوره. بص بتاع الموبايل. معايا السيريال بتاع الموبايل. اذا كان كده يا كروان انا مطمن. اذا كان معاك السيريال انا مطمن يا كروان. ماسك اخواتك يا اخويا. بص بتاع الموبايل. معايا السيريال بتاع الموبايل وكده كده الموبايل راجع. Stop it. Get some help. لان انا عملت محضر فبحث الانترنت النهارده والتليفون راجع. دفعت عليها بصرفي بكرامتي، يبقى ده الثمن اني قلقت بطلت. راجع وعملت محضر بالذهب مجموعه سعيد وبس. كروان حول الحوار التلفزيون كوميديا. خلاص سيبنا كل حاجة وما عادش ورانا الا كروان. انا عملت ايه؟ هم بيقولوا ان المأذون مش مأذون ده ايه؟ مكتبه في الخصوص ساكن جنبي في الخصوص. يا سلام يا كروان يا سلام. كمل يا باولو ما انتش يا باولو. جنبي في الخصوص. فاهماني؟ يعني يروحوا يكتبوه يشوفوا مكتبه يروحوا مش ابن المحتمل اني اخد قرار هيزعل ناس كتير قوي مني ويمكن يصل لتعويض مليون جنيه. هجيب مقسوم مش مقسوم ليه؟ يا جماعه قولوا كلام يعتبر. يا سلام يا اخي والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي وخلت اعيط. رحنا قالت لي انا عاوز 10,000 جنيه. انا عملت ايه؟ من 10,000 جنيه عاوز اسير الامور بعد ايقار كل من وقتك دقيقه وربع باقي دقيقه عماله تشوم في فلوس اقسم بالله بتتخرب عليها. عملت مشكله. يلا يا حجازي يلا يا احمد يلا يا فتحي. قطعت هوايه شتمتني ما رضيتش ارد عليها عشان في مقام مرات عمي طبعا.
فلما يا سلام يا اخي والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي. عملوا لفه يعني حته وخلاص. عيط. انجز يا كروان، ورانا حاجات تانية. نسيب كل حاجة بقى ونفضلك ولا ايه؟ ناس كده يعني، ناس واخدها اتاوه، يعني ناس بتستكرهاري. انا مستقردان يا كروان، بصلح لك اهو. اي بس ما حصلش الكلام ده. بنطلون اللي اتقلع ده انا ما عدتش، ده انا لابس البنطلون كده. او اتفقت ايجار الشقه، وفي ايه يا جماعه؟ فلوس اقسم بالله بتتخرب عليهم ومش مراعين اي حاجه، وهم مفكرين بقى بنتهم اتشهرت. يا نهار ازرق الرجل اللي ابنودي كده بس طب هي ليه الناس بتقول ان الترند طلعوا ترند؟ انا قالوا لي ترند مفيش شقه، رحت انا كنت الشقه اهو وريتها سادي يا كروان، سادي من الحلفان. هو في بينا الكلام ده برضه؟ لكم. انا ماليش نفسي اخش يعني ده من اتصدم. بعد اللي حساس يا كروان، حساس. فنان بقى وكده يعني. فانا اكيد قعدت شقتي بس واحط لو ترند هكلف مصاريفتي كلها. ما تنسوش لايك وسبسكرايب لنستمر في تقديم الأفضل حضرة. رحت كله الضخم كل ده رقم واحد في الوطن العربي كله. عالي بص على حد وانا بقل من نفسي. انا ترند بالنسبه ده في نفس الوقت عامل شخصيه مميزه في حاجات كتير قوي.